أسقطه دون أن يضربه، أسقطه دون فان، لكن هناك راية وتسلل في الكرة الماضية. قرار مين اللي رفع الراية؟ عطني اسمع محمد العجي يقول لا، هذا الهدف ليس سليما، هذا الهدف فيه راية وتسلل. من سجل هو أندرياس فان بيخ بعد عمل من الحسن كروم. انظر دون أن يلامسه. نعم هذا محمد علي، لا هذا نسيم حميد، لا هذا تايسون، لا هنا لدينا. هل كان فيها تسلل؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. نعم يعني لاعب الشحانية ما تداخل في الكرة، ما كان أمام مرمى حارس المرمى، ونعم كان في موقف متسلل، لكن ايش القرار؟ تعال يا محمد الشريف. معنى ذلك ايش معناته؟ معناته انه احنا في الفار نشوف ان هي هدف. القرار اللي اتخذه العجي لم يكن سليم. انت تعال شوف، احنا نرى انه يعني هذه ما فيها شيء، هذه ما فيها شيء. قال لهم لا، هذه الزاوية، ايوه عطني هذه الزاوية، عطني هذه. هل كان هناك احتكاك ما بين حارس المرمى واللاعب؟ قالوا له والله قرارك جول ولا جول. نعم هدف سليم يأتي لمصلحة الشحانية، وأندرياس فان بيخ يسجل هدفا غاية في الجمال. لماذا هدف جميل؟ لماذا هدف مميز؟ أشرح لك أنا ليش موجود، عشان أشرح لك. تخيل أول أهدافه في هذا الموسم لهذا الهولندي سعيد بونيسا.